ظهر الحق وزهق الباطل. تخلص الحكام دير الكولاسة، تشوش على المنتخبات، تنحي بينالتي لتنزانيا في الدقيقة الأخرى. هذه هي العدالة الإلهية. زيد استنى مالا 50 سنة واحدة أخرى. بما أنه ما ديتهاش في بلادك وبكل هذا الانحياز انساها كامل. والله غير لو كان لعبوا بنزهة لو كان راهم بداوها باسكو عندهم منتخب لاباس به، ولكن هذه هي القاعدة: ما بني على باطل فهو باطل. ربي سبحانه والله ما يظلم. السنغال لعبوا بقلوبهم اليوم وباش يرجعوا حق كل المنتخبات اللي ظلمت في هذه لاكان. داها من تنزانيا اللي لو كان حسبوا لهم هذيك البينالتي والله غنشك انهم راهم وصلوا للفينال، بلا ما نساو الاربيت اللي داروه باش ما يطيحوش مع الجزائر وخسرونا بالسيف، والماتش تاع نيجيريا تاع لي بينالتي، والمضايقات اللي داروها للسنغال قبل الماتش باش يخرجوا من المورال. افسد وافشل نسخه في تاريخ كاس افريقيا، بلا ما نساو الظلم اللي تعرض ليه المنتخب السنغالي اليوم، وين ما حسبوا لهمش البيت وما رجعش ميم با للفار. بصح انا كي شفت الجيست اللي داروا مدرب السنغال وحتى ساديو ماني ما عرفت لا نشكر هذا ولا نشكر هذا. الاول قال لك ننسحب وخلي يدوها وتتشوه صورتهم قدام العالم، والاخر قال لك لا نرجع ونربحهم في عقد دارهم. الف مبروك الف مبروك الف مبروك للمنتخب السنغالي. وبالنسبه للمغرب ان شاء الله نهار تحبسوا الدسائس واللعب تحت الطابله تدوها، اما اذا كملتوها كان ان شاء الله حتى تشرق الشمس من الغرب وما تدوهاش.